عمرك وقفت قدام لوحة غريبة وقلت ايه ده؟ طب ليه دي لوحة؟ وليه عاملة كده؟ النهاردة بالمختصر المفيد هنغوص في عالم السريالية، الفن اللي بيكسر القواعد وبيخليك تشوف الحاجة من زاوية جديدة. جاهز؟ خلينا نبدأ. السريالية ساعات كتير بنقف قدام لوحة مش فاهمينها، احنا حاسين ان فيها حاجة، بس ايه هي الحاجة دي؟ ويعني ايه ده؟ ناس على عصيان بطاقية وشمس فوقيها طاقية، ليه؟ طب لو قلت لك ان اسم اللوحة هو المدافن، طبعا هترد وتقول مدافن ايه يا استاذ؟ دي الوانها زاهية حتى. خلينا نرجع للوحة دي كمان شوية ونسأل الاسئلة المهمة الاول. هو يعني ايه سريالية؟ هنلخص القصة بشكل سريع كده. الفن، اي فن بيحاول يعكس المجتمع ويصوره. خلينا في الرسم كمثال واضح. يعني في الاول الرسامين كانوا هم الكاميرا بتاعت المجتمع وكانوا غاليين قوي، فكان الشخص بيطلب الرسام علشان يرسم له صوره ويلبس الحته اللي على الحبل ويفضل واقف لحد ما الرسام يخلص الرسمه، ياخد له في الصوره كام يوم كده، وكانت الصوره بتمثل الشخص في كل تفاصيله. وطبعا الرسم اقدم بكتير من اللحظه دي، بدليل الرسوم اللي على جدارات الانسان الاول كانت موجوده عشان يرصد حياته اليوميه، وبعدين الحضارات ابتدت تستخدمها عشان ترصد الاحداث والطقوس، لحد ما بقى في لوحه وريشه والوان. احنا هنا عايزين نحكي القصة بسرعة. ابتدت الرسومات تبقى عميقة وفيها رموز، واتطور الفن من هنا. أنا هنا مش عايز أرسم التفاصيل، عايز أرسم حاجة ليها معنى وشكل، أرسم حاجة تحكي قصة كاملة في صورة ثابتة. زي الصورة دي، صورة مريم المجدلية. وابتدى من هنا الفن والرسم يتطور، وكل مادة تتطور أدواته ويبقى عايز يتحرر من الثبات اللي هو فيه، والرسامين يحاولوا يغيروا في الشكل ويبدلوا ويطوروا لحد ما ظهرت السريالية، فن بيقوم على كسر القواعد المعروفة وفهم التأثير النفسي واللخبطة. اعتمد على حاجة اسمها التداعي الحر، بمعنى انه بيسيب الافكار زي ما ظهرت في دماغه، وده من غير ما يحاول يحسنها او يعدلها، اللي بيجي في دماغه بيرسمه. نرجع لرسمة المقابر تاني. لوحة المدافن من بعيد الوانها مبهجة، لكن لما تدقق تلاقي حاجة غريبة. ظلال بالعكس، بدل على مانيكانات، وشمس مش زي اي شمس شفتها قبل كده. يا ترى اللوحة دي عن الموت ولا عن الحياة؟ دي اللي السريالية بتحاول توصله. الحقيقة ممكن تكون أكتر من وجهة نظر، وهنا هحاول أفهمها كأحمد من وجهة نظري من خلال إني أبص عليها، واللي هشوفه أنا غير اللي هشوفه أنت وأنتي. الألوان الزاهية اللي بيستخدمها الرسام بتعكس تضاد الحالة مع الموت. احنا دايما مشاعرنا قدام الموت مقبضة ومخيفة، لكن ساعات لما بيحصل موقف وبنكون مبسوطين قوي تلاقينا قلقنا وقلنا ربنا يستر. عكس الحالة دي هنا في الرسمة دي، خصوصا في الرسمة دي في ظل على يمينك شبه ألفريد هيتشكوك، مخرج وكاتب رعب مشهور. ممكن ما يكونش هو، وممكن يكون ظل الرسام أصلا أو ظل الموت نفسه، بس دي رؤيتي أنا، وده بيأكد لي على فكرة الرعب المختفي في الصورة وما تحسوش غير لما تبص على تفاصيلها. البدل على مانيكانات ممكن تحمل المعنى الظاهر لينا عن الأشخاص الميتة، احنا ما نعرفهمش غير من حكايات اللي عايشين عنهم، أو عن طريق جملة منحوتة على حجر بتوصفهم. نعرف صورة ثابتة مش متغيرة ومنمقة كده وشيك، او حتى نضاره سودا وغامقه زي الراجل اللي على الشمال ده. الجمله مش حقيقيه، زي ما تكون لابسه بدله شيك بطاقيه، زيها زي الشمس اللي المفروض نعرف منها الحقيقه اللي واضحه وضوح الشمس. لكن هنا هل هي حقيقه فعلا ولا احنا مخدوعين فيها؟ لان لو بصينا كويس هنلاقي ان ظل المانيكانات عكس اتجاهها، وان الشمس الحقيقيه موجوده ناحيه الظل اللي على اليمين الموت، وهناك على اليمين تحت الظل مانيكان سايب المشهد وماشي على الكوبري شايل حاجه تشبه الميزان المعوج، وكانه مش مهتم باللي بيحصل ده، او خلاص ما بقاش ليه لازمه، او ممكن يكون جاي علشان ينضم للمقبره ولسه الكلمه اللي هتوصفه بتتوزن. الصوره اللي كانت مبهجه دلوقتي بقت مبهجه شويه، او ممكن اكون انا فهمتها غلط. انتوا فهمتوها ازاي؟ هي دي السرياليه بكل بساطه، ان الاشكال سايحه على بعض، معناها مش ثابت، لكنها بتوصف مشهد بيشوفه كل واحد على مزاجه، لكن ليه معنى. وعشان مش متأيد لا بقوانين ولا بشكل ولا بأحجام ولا بأبعاد، انت بتشوفه بالنسبة لقانونك الخاص، بيعبر عن فهمك انت الخاص، وبيسيب بصمة جمال جواك. وبتهاجم استسلامنا للقواعد بهجم القواعد دي على دماغنا. دلوقتي تعالوا نشوف صورة تانية سريالية، وتحاولوا تقولوا لي في التعليقات فهمتوا ايه منها. اللوحة اسمها لوحة مطار الملائكة. وقف الفيديو كده وارفع الكواليتي سيكا عشان تشوف تفاصيلها وقول لي فهمت ايه. تاخد المفاجأة، انا عن نفسي لما شفتها ما فهمتش حاجة. مش شرط كل اللوحات يبقى ليها معنى بالنسبة لك، ومش شرط تحبها او تشوفها جميلة، ممكن تشوفها غريبة او تحسها مش على ذوق. الفن اذواق. الاحساس اللي هي وصلته لي بالغرابة وعدم الفهم ممكن يكون هو اللي قصده الرسام بالظبط.
لعالم ما نعرفوش وبنتخيله بشكل معين، وجايز الروحة ما رضتش خيالي. السريالية مش مجرد فن غريب، لكنها طريقة تخليك تفكر بره الصندوق، تحس بشكل مختلف، تشوف بس بطريقة ممكن تكون غريبة، وتكتشف حاجات جديدة. حاولوا تشوفوا لوحة سريالية، ولو ما عرفتوش اديكوا خدتوا مختصر مفيد عنها، يمكن يفيدكم الفيديو ده في يوم من الايام انكم تشوفوها وتعرفوا عنها اكتر. واشوفكم قريب بالمختصر المفيد مع احمد حسن.